اسمحوا لي ان انا اخرج عن النص هنا واقول للشهداء واسرهم وللمصابين واسرهم، انتم قدمتوا حاجه عظيمه جدا، قدمتم ابنائكم لمصر عشان تبقى مصر، واللي اصيب لاجل خاطر مصر عشان تفضل مصر واقفه قدام ارهاب وتطرف ومحاولات لاسقاط الدوله المصريه، والحفاظ على شعب قوامه تقريبا 100 مليون امر ليس باليسير. واللي لازم تكونوا عارفين ان هم دايما بيحاولوا ينالوا من معنوياتكم وروحكم المعنويه، وانا الحقيقه حرصت على ان احنا نكون موجودين هنا النهارده عشان اقول لهم ابدا ابدا لن تستطيعوا النيل من مصر، لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من اشقائنا في المنطقه. وبس عايز اقول لما احنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في امورنا او لا تتدخلوا في شؤوننا، يعني ده امر شرعي، ده امر محمود ان احنا لا نتدخل في شؤون بعضنا البعض. كل دولة رغم ان احنا بيجمعنا يعني منطقة واحدة وثقافة واحدة واصولنا وديانتنا حتى واحدة، لكن كلنا لينا خصوصياتنا. يعني انتوا عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم بأكل سنة من بعض الدول، أكل سنة. احنا لما بنيجي نعمل مشروع إسكان في مصر بنعمل 1,000,000 شقة في 2 ولا 3، لا مؤاخذة بعض البلدان بيبقى عدد سكانها كله. عايز تتدخل في مصر؟ عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك احسن، خليك في بلدك احسن. هنا دي دولة لن تسمح ابدا، لن تسمح ابدا، ولا شعبها هيسمح ابدا لان حد يتدخل في شؤونها. محدش هيقدر يتدخل في شؤونها. الشعب المصري هو سند مصر، الشعب المصري هو سند مصر، والشعب المصري هو سند أمته العربية، سند أمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير، لا في الهدم ولا في القتل ولا في التخريب ولا في التآمر، لا في القتل ولا في التخريب ولا في التآمر. أرجو إن احنا نتوقف كثيرا أمام كل كلمة أنا بقولها، توقفوا كثيرا أمام كل كلمة أنا بقولها. العالم كله بيتفرج علينا وبيشوف إيه اللي بيحصل. بتنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر، تنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر. والله احنا هنتحاسب حساب عسير جدا أمام الله يوم القيامة. ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فيتسبب في مقتل مواطنينا بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الإخوة والجيرة. ولهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية وما تفعلونه لن يمر دون حساب. وأؤكد للجميع أن مصر ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بكل قوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها، وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الإرهاب ومن يقفون وراءه، وسيظل شعبها على عزيمته رافضا للإحباط